مرحبا للجميع، أهلا وسهلا فيكم. بدي رحب فيكم بهاللقاء، وبدي أشكر جامعة القديس يوسف على الاستقبال الكريم، خاصة حضرة الأب البروفيسور سليم دكاش، بروفيسور سامي نادر، والبروفيسور كريم جيطار. بدي أشكر حضرات الوزراء والنواب على وجودكم وكل الشركاء والأصدقاء، وبدي أشكر كمان كل الأشخاص يلي قبلوا يشاركوا بهالندوة. شرف كبير لنا نكون موجودين اليوم بأوفلان يلي بتحمل رمزية تاريخية وسياسية مهمة. ليش مجتمعين اليوم هون تحديداً ب10 أيار؟ لأننا نحن الكتلوية 10 أيار هو نهار حزين، ذكرى رحيل العميد ريمون إدي. لكتار من اللبنانية هو النهار يلي خسروا فيه رجل كان يختصر بشخصه ضمير الوطن. مثل كل سنة ب10 أيار قررنا نجتمع تنتذكر، ولكن بدل ما نغوص بالماضي قررنا نفكر بالمستقبل. بدل ما نكتفي بقداس قررنا نلتقي بجامعة. بدل ما نترحم على لبنان قديم قررنا نناقش بناء لبنان جديد. 10 أيار 2000 كان يوم مفصلي بتسلسل الأحداث يلي لحقته. بجنازة العميد ببيروت اجتمعت الناس من أطياف مختلفة، اجتمعت حول شخصه، اجتمعت حول مبادئه، اجتمعت يمكن بأول تحدي علني للاحتلال السوري بعد الحرب الأهلية. 10 أيار بكورة تواريخ أساسية، 25 أيار 2000 مع تحرير الجنوب، و20 أيلول من السنة نفسها مع نداء المطارنة الموارنة. من 5 سنين لما قررنا مع بيير عيسى وكارلوس إدي إعادة إطلاق حزب الكتلة الوطنية، كتار سألوا ليش إحياء حزب تاريخي؟ واليوم الجواب بيحمل معنى الكامل. البلد مكسور، وبزمن الفشل والانهيار نحن وعم نبحث عن سبل الخروج من هالمأزق. هالإرث التاريخي صار محوري. نعم اللبنانية قدروا بالقرن العشرين يبنوا أحدث دولة بالمنطقة. نعم اللبنانية قدروا يخلقوا مجتمع وثقافة فريدين من نوعهم، ولا مش مثل ما بينقال دايما نتيجة ظروف إقليمية، بل كانت نتيجة قرارات أخذوها رجال دولة. لا، السياسة مش قضاء وقدر. هيدا يلي بنتعلمه من تاريخنا. نحن بدنا التغيير، والتغيير برأيي ما بيتناقض مع الإرث. بالعكس، التغيير ما بيعني شطب الماضي، ولأنه مسار التغيير طويل نحن بحاجة لإصرار وبوصلة. نحن بحاجة لثوابت، وبعض الأوقات لنرجع للتاريخ تنبحث عن مفاتيح المستقبل. فشو هو إرث العميد؟ إرث العميد هو أولاً الفكر الحديث والمتقدم، ومن هون عنوان محاضرة اليوم. الحداثة هي احترام كرامة الأفراد على اختلاف انتماءاتهم، هي تحرير الإنسان من سيطرة الدين وهيمنة الإقطاع، هي يلي بتؤدي لتحرير فكري وتحرير مادي. ومن أجل هالتحرير ناضل ريمون إدي كل حياته، وآمن بالسياسة وبالقانون لتحديث المجتمع. بالقانون عبر مشاريع قوانين الزواج المدني والسرية المصرفية والإسراء غير المشروع، وبالسياسة لما راهن على الدولة فوق منطق العصبيات والسلاح حتى بأصعب ظروف الحرب الأهلية. إرث العميد هو كمان ممارسة. العميد ما كان يساوم حتى لو كان وحده. من كم يوم كنا بزيارة إلى سور لنلتقي مع السيدة رباب الصدر، ولتحكي عن ريمون إدي ذكرت هالقول للإمام علي: لا تستوحش طريق الحق لقلة سليكيه.
ب 58 ترشح العميد لوحده بوجه إجماع دولي إقليمي ومحلي على ترشيح فؤاد شهاب تمسكاً بالديمقراطية وبالدستور. وبال 69 وقف وحده ضد اتفاقية القاهرة دفاعاً عن سيادة وطنه ورفضاً بمنطق سلاح خارج الدولة. وجهت له الروائية دومينيك إدي هالكلمة بعد وفاته بالمنفى: Tu es parti sans fuir, te coupant de ta terre sans te couper de ton pays. Entièrement seul et entièrement toi-même, tu as mené, jour après jour, un combat parfois utopique mais jamais vain pour un Liban libre et souverain à ton image. Car si tu n'as pas changé le cours de l'histoire, tu l'as, en revanche, marqué d'un point d'honneur qui n'a pas de prix. وحقيقة ريمون إدي ما قدر يغير مسار التاريخ للأسف، والبلد صار له تقريبا 50 سنة بمرحلة انحدار. فالسؤال هو ليش الرهان على الدولة، على القانون وعلى الديمقراطية ما نجح بلبنان؟ هل نحن قادرين كلنا سوا نغير مسار التاريخ؟ خلينا نعمل من هاللقاء مش مناسبة للتمجيد إنما فرصة للتجديد. كيف فينا نجدد الطرح السياسي بناء على نفس المبادئ؟ تجديد المشروع ببلش بالاعتراف أن الظروف تغيرت كلياً، بأنه تطبيق الدستور واتفاق الطائف يلي عارضه العميد بوقتها صار محوري، بأن السرية المصرفية انتهى وقتها والشفافية صارت ضرورة قصوى. معركتنا من أجل التغيير ما بتختصر بشخص واحد، هيدي معركة جماعية. لازم نجمع أكبر عدد من الناس، من الطاقات، من الشباب هون وبالاغتراب، وبدنا نجمعهم حول مشروع عنوانه الحداثة والسيادة، رؤية عنوانها الازدهار والعدالة. هالرؤية نعرف إنه ما رح تتطبق بين ليلة وضحاها. كتار منكم عم بيناضلوا كل يوم بالبرلمان وبراته، كرستوا سنين تتخلوا بلد أفضل لأولادكم. وبعتقد إنه يلي تعلمناه من هيدي المرحلة من النضال المشترك هو إنه بده تنظيم أكبر وتوحيد صفوف، وهيدي الحاجة عم نشوفها باستحقاقات مصيرية اليوم، أولها رئاسة الجمهورية. كمان يلي تعلمناه هو إنه نضالنا نضال طويل ومعركتنا معركة جيل. ومن هون قررنا ننظم هاللقاء بجامعة تنتوجه للشباب. انتو الشباب انتو عصب التغيير، وبلاكن ما فينا نحلم ببلد أفضل. انتو رح تقودوا المعركة، انتو رح تسترجعوا الدولة، انتو رح تبنوا الوطن. مشروعنا ككتلة وطنية هو قبل كل شيء نقدر نستمع للشباب، تطلعاتهم وطموحاتهم، نقدر نقنعهم انه رغم تحديات الحاضر واخفاءات الماضي ما فينا نفقد الامل، ما فينا ننسى الشأن العام، وما فينا نتخلى عن بلدنا. صحيح 10 أيار يوم حزين، 10 أيار يوم خسرنا فيه رجل استثنائي، بس خلينا ما نعمل من 10 أيار فقط نهار نحزن فيه، بل كمان نهار منلتزم فيه، نلتزم بلبنان الحداثة والسيادة. شكراً وندوة موفقة.